السلام عليكم، إزيكم يا رب تكونوا بخير. صينية البطاطس الحلوة دي اللي قدامكم ني في ني، مش مسبكة ولا فراخ ولا لحمة ولا حاجة خالص، طلعت تحفة وجميلة جدًا ومن الوجبات اللي إحنا بنحبها أصلًا أكتر من المسبك، لأنها خفيفة جدًا وطعمها رائع. بنعمل معاها كده طبق رز بالشعرية، طبق سلطة خضرا. طبعًا أنا عندي بطاطس قشرتها وحطيتها في مَيّة عشان ما تسودش معايا، وعندي توم وعندي طماطم وعندي فلفل رومي وفلفل حامي وبصل، 4 بصلات حلوين كده. طبعًا أنا باقطّع البصل كده حلقات زي ما أنتم شايفين كده، وباقطّع الفلفل الرومي برضه نفس الحكاية حلقات كده بالطريقة دي زي ما أنتم شايفين. ما تتصوروش صينية البطاطس دي في منتهى الجمال والروعة، خفيفة جدًا وطعمها رائع. طبعًا عندي هنا قرنين فلفل كده حامي، بصراحة بيخلّوا الصينية في حتّة تانية خالص، لو أنتِ عايزة تستغني عنهم براحتك. أنا عملت 3 بصراحة، لإن أنا باحب الفلفل الحامي في الطواجن بالذات كمان. باحط كل الحاجات دي كلّها مع بعضها كده، الطماطم برضه نفس الحكاية، باقطّعها برضه حلقات بالطريقة دي. كل المكونات كده باحطها مع بعضها كده، وأقطّع برضه التوم كده حلقات برضه. كله ما هاحطه على بعضه كده، والبطاطس نفس الحكاية باقطّعها حلقات. أكلة جميلة ولذيذة بصراحة وخفيفة، أنتم هتجربوها. يعني بصراحة أحلى من المسبِّك، وكأنِّك عاملاها بلحمة، طعمها رائع جدًا. طول ما إحنا بنسمّي الله وبنصلّي على الرسول في أكلاتنا بتطلع لذيذة. طبعًا أنا عندي هنا الصينية بتاعتي، باحط كل المكونات كده كلّها مع بعضها كده، البصل والفلفل والطماطم والتوم والبطاطس، وأقلّب كلّه كده مع بعضه بحيث إن إيه، كلّه يكون إيه، مختلط ببعضه في الصينية كده. زي ما أنتم شايفين كده باقلّبهم كلّهم مع بعض. وأوزّعهم كده في الصينية كده بالتساوي، كده بالطريقة دي كده. كده خلصت الصينية كده، وطبعًا هاعمل كده الخطوة اللي جاية. الخطوة الأخيرة، أنا عندي كوباية مَيّة، وعندي معلقة صلصة مُعلبات، وفنجان زيت. طبعًا أنا بصراحة المرقة عندي خلصت. طبعًا لو في مرقة عندِك حُطّي مكعب أو 2. بس أنا ما باوقفش بصراحة أكلتي على أي حاجة ناقصة عندي. حطيت معلقة فلفل أسود ومعلقة كزبرة ومعلقة بابريكا. طبعًا أنا باكتب لكم كل حاجة تحت الفيديو، وباضبّط الملح بتاعي، وأقلّب كل الحاجات دي كلّها مع بعضها كده. طبعًا أنا مولعة الفرن من قبلها كده ب10 دقايق، لإن الجو طبعًا ساقعة، الفرن بتسخن كده بعد فترة يعني غير الصيف. وهاوزّع الخليط ده اللي عملته كده على الصينية كده، أوزّعها كده على الصينية كلّها كده.
ممكن تلفيها بورق فويل وتحطيها في الفرن لحد ما تستوي، وبعدين تولّي عليها الشواية 5 دقايق. بس أنا بصراحة كنت عاملة order كده لعروسة، كل حاجة يعني شطّبت من عندي والفويل والحاجات دي. فأنا هاحطها كده. كده خلصت صينيتنا بتاعتنا وجهزت، وهاحطها في الفرن كده على الشبكة مع درجة حرارة عالية، وطلعت تحفة وجميلة جدًا ما أقولكمش حكاية. كل حاجة مستوية وزي الزبدة. كله حلو كده، والطعم رائع والأحلى من المسبّك. وأنت ألف شكر آخر إن شاء الله، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.